نسمة. نسمة. مؤشرات أرقام كشفت أنه الموسم السياحي هذا باش يحقق انتعاشة وتجاوز الأزمات والخسائر الفادحة اللي عاشها القطاع لمختلف الأطراف المدخلة في القطاع لإنجاح الموسم السياحي، واللي كانت وكالة الأسفار جزء منها من خلال تنسيقها مع وزارة السياحة لتأمين الحجوزات، لكنها ما زالت في المقابل تشهد أزمة بعد تكبدها لخسائر فادحة في الفترة الأخيرة. أزمة ينضاف لها تواصل تطبيق قرار البنك المركزي والمتمثل في منع تصريف العملة الصعبة من طرف وكالات الأسفار. وللحديث على الوضع اللي يعيشه القطاع، عقدت اليوم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار ندوة صحفية طالبت فيها البنك المركزي بالترفيع من المبلغ المسند إليها سنويا والمقدر ب 25 مليون دينار. صارت اون ايتود اللي هي حدت دي مونطون، اون ايتود ناسيونال قامت بها وزارة السياحة، حدد دي مونطون دانفلوب اللي هو لازمها تتهز تكبر سيت انفلوب بور بوفوار نززيو الناس الكل توت لي اجونس دو فواياج. هذا شيء ما صارش. اليوم احنا في وضع اللي من اخر جوان لانفلوب اللي هي 25 مليون دو دينار وفات، وعندنا برشا مطالب ملوحين في وزارة السياحة اللي هما أكثريتهم بور دي فواياج صاروا ولا باش يصيروا، وعندنا أكثر من 400 أجانس يخدموا في الميدان هذايا، واللي هما من هنا حتى تشي لديسمبر ما عندهمش باش يخدموا. أصحاب وكالة الأسفار عبروا من جهتهم على تخوفهم من تواصل تفعيل القرار هذا، واللي من الممكن أنه يؤدي إلى غلق ما لا يقل عن 200 وكالة أسفار. منظومة هذه الكل تويكا مهدة اليوم معناها عند وكالة الأسفار باش مهدين، نقول لك مهدين معناها باش يسكروا معناها برشا وكالات تنجم تسكر. وضعية صعبة تعيشها وكالة الأسفار اليوم، واللي طالب سلطة الإشراف بالاستجابة لمطالبها وتأطير القطاع اللي يشهد أزمة خانقة. مع بداية موسم سياحي على ما يبدو فما انتعاشة، فما انتم دقيتوا نقص الخطر اليوم، نحبوا نفهموا من عندكم، وضحوا لنا الصورة شو اللي مقلقكم انتم. هاي رجعت السياحة حسب ما يقولوا زاد الناس الكل، رجعت السياحة وفما قاعدين تخدم ما شاء الله وكالة الأسفار، اي شنو اللي قلقكم في الحكاية؟ احنا اليوم عملنا الندوة الصحفية هذيا باش نحسوا بخطورة الوضع. خطورة الوضع بالنسبة للوكالات سفر معينين اللي يخدموا بور لي ديبار على ليترونجي، هذوما الناس الوكالات اللي يسفروا المواطنين التوانسة البرة. باهي شنو اللي صار؟ نحب نحط الإطار شوية. في عام 2006 ثم مجلس وزاري اللي قرر اللي ثم ان بودجي بور لي فواياج على ليترونجي هذايا اللي هو إلا ايتي فيكسي 10 مليون دينار. في 2014 دونك كل عام 10 مليون دينار étaient gérés par la Banque centrale et l'administration de tourisme. في 2014 البودجي هذايا ولا 20 مليون دينار. تو واحد يقول اون باسي دو سامبل او دوبل، هاي الامور تحسنت. هي نقول لكم لا سي با فري، افيك لا ديبريسياسيون دو دينار ما تحسنتش، ومع ارتفاع الطلب التوانسه ولاو يحبوا يخرجوا يمشيوا مع لي زاجونس دو فواياج، يحب يمشي مطمئن من تونس، اموره كل واضحه، عارف روحه وين ماشي، نهار الاول وقتاش يقوم. ثم وكالات اسفار حسنت في المنتوج نتاعها بصفه هايله اللي التونسي يطمئن يحب يمشي معها، هذه حاجه باهيه. احنا كل عام راهو المشكله هذه تجينا معناها فيغ لو كو دو موا دوكتوبر نوفمبر يجيو يقولوا لنا راهو لو بودجي اللوي وفي ايش باش نعملوا كل عام. دونك كوم تجي في اخر العام والناس ينجموا حتى يصبروا عليهم لي بارتنير نتاعهم اللي لبرا، خاطر الفلوس هذيا تمشي. هذه سيرتو مادام وقتها بالحج، هذه مشكله. لا اوني سي لي ديبار على ليترونجي اور العمره السياحه. العمره عندها البودجي نتاعها، والحج سي لو مونوبول دو ليتا، ما عندناش فيه حتى شيء. هذا البودجي نتاع السياحه، دونك يصبروا عليهم، ثم امور ثقه والكل. الحاجه اللي تخوف في السنه اللي هو لونفلوب هذايا في 11 جويليا سمعنا اللي هي وفات ال 25 مليون دينار تاع السنه، خاطر زادوا السنه قرروا 25 مليون دينار في 11 جويليا، واللي بيغ انكور اللي ثم ان ديباسمون. شو معناتها وفات باش نفهموا؟ فوالا شو معناتها وفات؟ انا وكيل سفر ما عادش عندي الحق نخلص ولا نخرج حتى ديبار على ليترونجي تو من بعد ما وفات لونفلوب. تجيني انت مواطن تحب تسافر فواياج دو نوس مع عائلتك، نقول لك لا خويا سامحني راهو انا ما عنديش، ما نجمش، ما البنك لا وزاره السياحه باش تقبل لي الدوسيه لا اجونس اخرى. اذا كان اجونس سيريوز وتتعدى في الطريق الرسميه الليغال ماهيش باش تسافر،
باغ كونتر اش باش يجرى؟ عندنا زاد اجونس موازي، زاد اقتصاد موازي. هذا اش باش نقول لك، والطريقه هذه باش تشجع لي سوسيتي دو سيرفيس. انا خاطر نعرف لي زاجونس واحنا ما ندافعوا لنا نعاودوا نقولها كان على لي زاجونس سيريوز واللي يخدموا دون لا ليغاليتي في السيركوي، في السيركوي نورمال. لنا باش نشجعوا لو سيركوي باراليل. اش باش يجرى؟ خاطر اللي يحب يسافر راه مش باش يبطل يقول لي والله تيان هم لي زاجونس عندهم مشكله مانيش باش نسافر. سي با فري بيان سور. يا باش يمشي لسوسيتي دو سيرفيس وتبدلوا في النوار ولا عندهم امورهم كيفاش باش يخرج، يا عنده شكون في حومته، يا باش يعمل ان سيستيم دو كومبونساسيون. وشنو اللي صار؟ المخطر اللي احنا شجعنا على لو سيركوي باراليل، معناها في عوض الفلو هذاك الكل كان ماشي في لي اجونس دو فواياج ونخلصوا عليه التيفيا والامبو ويتعدى باغ لا بنك سنترال ونخدموا لو بيرسونيل كي كاليفي. دايوغ احنا اليوم الندوه الصحفيه هذيا كانت مشاركه الاتحاد على خاطر la semaine dernière, on a signé pour l'augmentation des salaires. جينا une semaine après قلنا له ليه راهو عندنا مواطن شغل مهدى وعندنا دي اجونس باش تسكر. شنو معناها يجيني مواطن تونسي يقول له نو جو سوي ديزولي ما نجمش. مدام وقتها انت قلت توا سمعنا اللي البودجي هذاك اللي موجود عند البي سي تي البنك سنترال وفات ما اتصلتوش بالبنك سنترال؟ ها باش نقول لك عملنا جلسه الجمعه اللي فاتت في وزاره السياحه مع البنك سنترال اي سيتي سويت ا سا وقلنا لهم احنا ابعثوا لنا اوفيسيلمون كو لو بودجي ايبويزي. والندوه الصحفيه نتاع اليوم علاش قلت لك باش نحسوا ما ثماش كان احنا ثم حتى المواطن يلزموا يعرف. واللي خذا القرار نتاع مثلا 25 مليون دينار هكا كو يحكي مع المواطن ديريكتومون. معناها علاش لاجون دو فواياج كي سوبي يقول لك المبرر نتاع الدوله وتعرف يقول لك اللي هو لو مونطون اللي هو راهنا نحكيو على 25 مليون دينار هكا ومش نحكيو على مليار دوات. دو طون بلو اللي السياحه مثلا في 2016 2000 مليار دخلنا من السياحه. معناها لو تو هذا سي 1.06%. شنو مبررها مدام؟ يقول لك لا وش بيكم ماكمش وطنيين يا اخي والحاله الوضعيه البلاد وماكمش تراو وماكمش عايشين تما ويا والله انا هذاك اش نحب ما ثم حتى حلول بور لو مومون. اون اي اون تران دو فوار مع وزاره السياحه سيليا اون غالونج قاعدين مع وزاره قعدنا جلسه عمل ما عندهمش حلول بور لو مومون. يقول لك لو بودجي سي ان كونساي دي مينيستر هذايا دونك الحكومه يعني يلقاو الفلوس التوريد العشوائي معناها يلقاو دوفيز التوريد العشوائي بلوس انكور. انا وليد تعرف شنو نقول لك انا تعرف شنو نقول لك اللي خرج الفلوس انا نقول لك احنا قاعدين نصرفوا مليار دوات في الدوفيز على ليماج دو لا تونيزي وهذا اللي قاعد صاير حتى في وكالاتنا البرا وكل. تعرفش باش يجرى لي بارتنير اترونجي اون ني بلو كريديبل اكسكوزي موا لو تيرم رانا ماحناش باش نخلصوا العبيد فضيحه راهي باش تصير معناها بفلوسك اجون نحب نخلط يقول لك لي راهو عندنا دي بارتنير على ليترونجي كي ليماج دو بيي. دايوغ ثم عندنا شكون لو بارتنير ايطاليان نتاعو جاي لتونس واتصل بالسفاره نتاعو يحب يخلص عندهم حق. هذوما ناس سي دي زونجاجمون. لا احنا في اتصال مع وزاره السياحه. وزاره السياحه تقول لك لا فيكساسيون دو بودجي نو ديباس. كيفاش؟ ما احناش احنا سي ان كونساي دي مينيستر في جزيره واحده يقول لك احنا اون ا بليدي بور فو احنا بيدنا او نيفو دو كونساي دي مينيستر اون ا يو سا. دونك باغ كونتر انا هذاك اش نحب كي نقول لك نحسوا الناس الكل كاين مثلا لو كونساي دي مينيستر انا جوري بريفيري في عوض يقول راني دو طون بلو اللي نعرفوا ال 25 مليون دو دينار ما تكفيش. ثم ايتود تعملت اللي قال لك السنه سي 50 مليون دو دينار سو كي تري لوجيك. شاركنا فيها احنا ليتود وزاره السياحه وزاره الماليه البنك سنترال. ليتود هذا تقول لك السنه 50 مليون دينار سي تري لوجيك. هاكا في شطر العام وصلنا ل 25 مليون عام الجاي 60 مليون دو دينار ومن بعد يلزم يتحرر. سي ان نون سونس دو بارلي دونفلوب اي دو بودجي. تي شنو هو بودجي فيكسي. باغ كونتر سامحني ليتود هذه ماهيش مفعله على خاطر ثم اطراف اللي هي شاركت فيها اون لوكورونس لا بنك سنترال قالت لك لا انا ما ليتود هذيا ما تلزمنيش ويلزمني نشوف باش نحسن. مش معقول زاد نصرفوا على يتود. خلينا نشوفوا سي كمال سعد وموقفه شنو اللي قال الامين العام المساعد لحد عام التونسي للشغل في الموضوع هذا. نشوفوا مع بعض ونرجع. تفضل. في وكالات الاسفار ثم مواطن شغل، ثم ناس قاعده تخدم بصوره مستمره وعددهم مهم. اليوم كي نشوفوا انه يقع تضييق على وكالات الاسفار فيما يتعلق بالسفر للخارج وهو حق لكل مواطن في حصر مبلغ معين ينجر عليه غلق لعديد من وكالات الاسفار. احنا جينا اليوم
باش نعبروا على مساندتنا للجامعه تاع وكالات الاسفار، لانه نعرفوا الغلق هذا ينجر عليه ازمه اجتماعيه كبيره تتمثل في اخراج او طرد عديد بالطرق قانونيه وغير قانونيه في عدد من الموظفين والعمال في هذا القطاع. هذا تصريح سي كمال سعد الامين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. فرشيشي تعليق. بصراحه لا، بصراحه انا مع مدام قتاته مع وكاله الاسفار، على خاطر راهو المونطون الساعه لازم نتفقوا على حاجه، المونطون يضحك معناها 25 مليون. كيفاش تحصر معناتها الناس في السياحه؟ اثنين، وهذا هو التجاره معناها بالضبط. اثنين، وهذا اخطر، انك تشجع العباد اليوم باش يمشي لنوار وباش يخدم تحت الحيط، ونرجعوا لحكايه الدوفيز ونرجعوا لحكايه ولا نتمنى تصير هذه في التجاره. نحكي على الشادي العيالي في وقت من الاوقات يقول لك عائدات السياحه ما نعرفوش فين نمشي، ما مشيت في النوار. ما في جرة قرارات كيما كايا يا خويا، في جرة اجراءات يعني زجريه تقتل مساهم بيدو افكتيفمون. نعطيك ما اخطر، انت شوف الباي بال، معناها الباي بال ما تخليش نحن زون باي بال في جرة شنو؟ في جرة هذه تضييقات على خروج الدوفيز. يعني يا سيدي لا نحبوا شكون يدخل دوفيز، لا نحبوا شكون يخرج دوفيز، نحكيو على موسم تاع اقلاع سياحي، اقلاع باش يعني انت قاعد تقصلوا في الجوانح نتاعو، ومن جهه اخرى تقول له انت ديجا مدام سامعني في الكلمه، حتى جماعه العمره عندهم نفس الاشكال حتى مع يعني البارتنير السعوديين نتاعهم، فهمني، على حكايه المونطون. اما هم قاعدين يمشيوا يخدموا بالثقه لانه ناس تخدم معاها كل عام. قداش منها ثقه معناها اون دي ستركتور. اما توا لازم كل حد يتحمل المسؤوليه. شنو ماشي، شنو ناويين تعملوا، شنو وين ماشيين بالضبط؟ احنا اقل حاجه مش ناويين نعملوا كو سولات تتحمل مسؤوليتها كامله وتقول للمواطن التونسي مثلا يا خويا، تقول له ما عادش تسافر، عليه تجي للاجونس دو فواياج وتقول له انت نسكر عليك مي سي اكزاكتومون سا. عليك تحصرني لي انا اللي انا قاعد بيه اللي نفهموه المواطن التونسي واللي عايش لبرا ما عادش يجي واللي يخرج ما يمشي. عليك كي ناخذوا قرار كيما هكا شنو يلزم نتحملوا مسؤوليتنا للاخر. كي نبداو دون ان كونسي ريستران ونقولوا لا راهو يزيهم 25 مليون دينار والباقي واش باش نعمل؟ ما هو انا كان ما جانيش المواطن التونسي يحب يسافر يا اخي انا باش جو في ترانسفيري سي دوفيز اون بلوس كيما قلت بور موا سي اون ماتيير بروميير. انا قاعده نخدم باللي دوفيز هذوما اللي نجيب فيهم من بقعه اخرى. سي اون ستركتور اللي faute de réceptifs et d'incoming, on ne reçoit plus beaucoup de touristes. برشا des agences de voyage مشيو باش يخدموا هالاوت جوينغ هذي. دونك يا خويا خليني نعيش، خليني جو غارد لي كونتاكت افيك مي بارتنير اللي هما بيدهم يبعثوا لنا سياح. معناها احنا كي نبعثوا لهم سياح توانسه هما بيدهم يبعثوا لنا. كانش هما يتعلوا يحتمل بهذا. يقول لك احنا الان في أزمة مالية وأزمة في علاقة بالقطاع السياحي، يحاولوا كأنهم يحاصروا مسألة الخروج للبر، لأنه احنا لاحظناها تو المدة الأخيرة ياسر توانسة من اللي هما ميسورين وكذا قاعدين يفكروا تقريبا كلهم يقضيوا معناها عطلهم خارج البلاد. كل شو اجراء سياسي شعبوي والله حتى ميسورين ما مش ميسورين. معناها نحب ناكد لك اللي الكليونتيل دو لاجون دو فواياج راهو سي ان فواياج دو نوس اللي يبدا يخمم فيه ويقسم فيه من شهريته ويبدا افكتيفمون سو ني با ان برودوي دو لوكس ريالمون. مسكين يعني بشويه بشويه ديجا تركيا توا بلال نحبوا نفهموا حاجه، خلينا نوضحوا الصوره. معناتها في صوره ما جاكم معناتها جاتكم اوفيسيال الحكايه لا جاتكم الي اوفيسيال صحيح معناتها وفاء لو بودجي الوي اللي باش يشوف حد باش يخرج لبرا معناها هذا راه في سيركوي باراليل. معناها هذا لوجيكمون دوتون بلو كو لو بودجي مش ايبويزي بركا ديجا فايتينو ب 15 مليون دينار. معناها ال 25 مليون دينار ثم ان ديباسمون اخر ب 15 مليون دينار. هذوما سي دي دوسيي اللي مازالوا واقفين او نيفو دو لادمينستراسيون دو توريزم. هذوما تعهدات اللي اور لو بودجي باش نعملوا راهي وضعيه كارثيه بور لي اجونس دو فواياج. مدام والله يعني تهبطوا الناس الكل معناها فين لي زركات شي راح بالبورقيبه معناها تلقاو جماعه دوفيز وسيد صالح. هذه والله شي يحشم بالحق لي بارتنير. السؤال خلينا انتم وضعكم هكا كارثي واللي جايين من برا ثم قدوم بالحق توا سياحه واجانب وكل شيء ولا الوضعيه راهي قاعده تتعافى. ما يفو با كروار كو سي اون باغيت ماجيك. الناس جايه راهو ردوا بالنا برشا بالحق. ثم اون ايماج دو بي اللي يلزمها ترجع بشويه بشويه. الثقه هذه
ما نتخيلوش اللي الامور هايله بالشكل اللي نستناو يعني فيه. الحملات الترويجيه الكل معناها لحد الان يعني تقريبا ما عطاتش الاكل نتاعها. كي نعملوا حملات ترويجيه الحمامات وسوسه معناها براتيكمون فارغه يعني. لا هو معبين مش فارغين بالصوره هذيك، ولكن مانيش قاعدين شقر الجزائريين يعني تقريبا اليوم نعرف مش هذه الاندستري توريستيك اللي نحكيو عليها، مش هذا الانفستيسمون اللي عاملينه، ماهوش الشيء ماهوش مقابل بعضه بالعربي معناها كيفاه، مش هذا اللي نستناو فيه. الحملات الترويجيه باهيه، ثم حملات تجيب اكلها، ثم حملات لا. كما انا نعاود نقول راهو نعمل حملات ترويجيه ومن جهه اخرى نجي نوقف لي زاجونس دو فواياج، لي بارتنير راهم يكلموا فينا يا اخي شبيكم، شنو في البلاد، شنو الوضعيه، شنو هي الامور، شنو من تو نقولوا باش نقول وكي يشكيو بينا بربي وباش يشكيو بينا. يعني الصورة اللي نعكس كانوا البلاد في وضع افلاس، علاش مثل هذا رانا نحكيو على 10 مليون يورو معناها 10 سي سا 20 فوا 2.5 يعني كان سكروا الفانه نتاع التوريد العشوائي انا نعاودها بيان سور كان سكروك الفانه هذيك نتاع العباد تجي في السلع الاجنبيه يعني بو على اخوه يعني وحاجات كماليات ما تسحقهاش البلاد يعني كان سكروا الفانه هذيك ب 10 نقاط فقط 10 نقاط فقط البلاد توفر اكثر من 4000 مليار من السيادي بالنسبه للبنك سنترال المفروض انتم تتعاملوا معه ولا هو مرتبط برئاسه الحكومه ولا بوزاره السياحه؟ احنا ديما علاقتنا بوزاره السياحه، حتى البنك سنترال تقول انتم علاقتكم معايا سي اترافير وزاره السياحه. وزاره السياحه قد كان علاقتي بكم في علاقه بالحكومه الان. اي احنا هذاك لو بوين دو رولي مع الحكومه هي وزاره السياحه، في الكونسي دي مينيستر وزاره السياحه قدمت المطالب نتاعنا هذا حسب اللي سمعنا وقالت لهم لو مونطون وعطات ليتود، ما نعرفش علاش ساعه كيفاش ما يستعرفوش بالليتود بالحق سي ما يستعرفوش باللي يقول لك ما نطبقيش، احنا رانا 2017 ما نطبق عليه نصرف على لي زيتود، الوغ يا خويا ما عادش نصرفوا على حتى شيء، نرجعوا ايفيكتيفمون للفوضى. اخر مره امضيتم اتفاقيه في زياده في الاجور بالنسبه اللي يشتغلوا معك واعطى انطباع كانوا وضعكم الاقتصادي ترفه كوميم معناها وافقتوا على الزياده، اذا به الوضع هي الزياده راهي مسؤوليه اكثر منها انه الوضع تحسن، هذيك مسؤوليه، ثم عائلات معنا لو كابيتال هيومان، نعاود ونرجع ونقول او نيفو دي اجونس دو فواياج دايوغ كيما في مهن اخرى قوي برشا، هذيك مسؤوليه معناها اون فوا تري بيان لو نيفو دو في كيفاش، مي احنا ماشي في بالنا زياده في معناها l'augmentation des salaires باش نحطوا اليد في اليد باش بور دوبلي دو ترافاي، مي كي انا نزيدك في الشهريه وانا مش في بالي باش نخدموا لي فواياج لي ديبار على ليترونجي توا موسم العمره وباش عندنا لو ريسيبتيف نجي نلقى نقول لك اي سي اما انا راهو اون فا فيرمي بوتيك ريالمون اون بو با فوندر ما نجموش نبيعوا. هل يعقل نمشيو للسيركوي باراليل؟ باغ كونتر اسكو لو سيركوي باراليل ينجموا يتبعوه؟ ينجموا يتبعوا شكون في المطارات؟ ينجموا شكون خارج يقولوا له اعطيني الاف ام تاعك وانت مع شكون خارج وكيفاه؟ كان ينجموا صح. القوانين نتاعنا اللي هي مع انه نتبعوا ولا لا؟ معناها خليني باش نفهموا. انا توا انا عندي امل خاطر عندنا حمله كبيره على الفساد. هذا اش في بالي باراليل في كل الحالات. اسكو نشجعوا مي هكا قاعدين نشجعوا في الفساد؟ لازم حتى نفسروها للساده المشاهدين انه البنك المركزي راه ولا يتمتع باستقلاليه، والاستقلاليه دي تخليه ياخذ دي ميزور ساعات غير مفهومه. هو بدايه انقاذ الاقتصاد الوطني او يعني لحد فرملت يعني الانزلاق نتاع الدينار، كيما ترفيع في نسبه الفائده المديريه في ظرف شهرين وذيك كارثه. يعني حتى ديجا معناها لي زاكتور ايكونوميك كل يتشكاو منها الحكايه هذه. مساله هذه لي بودجي المخصصه معناها للصفر معناها ديما قاعدين نمشيو وكل ما هو اوفيسيال وكل ما هو قانوني وقاعد يخلص في لي زامبو، كيما مثلا توا برشا يتشكاو يقول لك يا اخي يجي الفيسك مثلا هذا اللي قاعد يخلص يمشي ويطل عليه، هذاك يقول لك سامحني مش داخل معايا في السيركوي نتاعي، معناها براتيكمون هذا هو اللي قاعد رايح وكانه صوره كاريكاتوريه وسرياليه معناها قاعدين نشوفها خليفه. ولكن حتى استراتيجيه في علاقه بالقطاع السياحي تنجم تنمي السياحه الوافده لما يكون عندك ناس قاعد تخرج من برا كما سي ليماج دو بيي توا تصدر منتوجك وتجيب منتوجك. والله انا ما عمري ما سمعت ولا بعمري ما قريت ارتيكل في بعمري مريت ولا بعمري ما عرضني ارتيكل انه فما بلاد
ما تنجمش تخرج السياح على خاطر هي محدده لهم بيجي. بعمري ما ريتها، بعمري ما قريتها. اذا قريتها ولا صارت في بلدان اخرى ما تتخيلش معناها، وسورتو هكا ليه. والاصعب انه يقول لك ليه البيجي وفي فما تجارب مقارنه صارت في الشيء هذايا. انتم في الدول السياحيه الكبيره اللي تكون تعتبر ما نعرفش اللي احنا رابع وجهه سياحيه في افريقيا. لو بنش مارك اللي نعملوه اون بلوس حتى لا بروسيدور. احنا ولينا قبل كنا مطالبين بالاسوبليسمون دو لا بروسيدور. من تمشي تصب في الوين تي تي، ومن الوين تي تي تصب في وزاره السياحه، ومن وزاره السياحه تمشي للبنك المركزي. في المقاربه في البلدان له سي ان سامبل فيرمون بالبنك نتاعك. اش قاعدين نعملوا يا اخي احنا؟ هو اللي يضحك اكثر مدام مختاته وهي ديجا تعديت نابرسو براتيكمون. ونختم وليد حكايه معناها البايبال اللي كانت فرصه نتاع دفع الكوميرس الكترونيك في معناها في تونس وخارج، يعني حتى مع الدول الاخرى. الشرط الكلوز اللي معناها ولا الشرط اللي طرحه البنك سنترال شرط اركاييك يضحك يعني وكانه عايشين يعني في مازلنا في الستينات ولا في السبعينات. ما خرجش الدوفيز لكن ما يصيرش الدوفيز يدخل ما تجيش. فوالا ما تجيش. احنا كواكو متفاهمين الوضعيه وهو قاعد يخرج الدوفيز بطريقه فوالا وحد ما يزيد على وطنيتنا وبالحق حتى معناها شوز كون اون تران دو كومباتر. نختموا سيدي الكريم. ما نحبش معناها كو لي زاجونس دو فواياج توا وضعيه صعيبه، وضعيه كارثيه. خطوتكم القادمه شنو؟ كيفاش باش تكون؟ بالحق مع سانز ايسيو. شكون ربي سانز ايسيو هي هذيك يمكن. واحنا تزنقه لير لا احنا راهو باش نعرفوا ندافعوا على رواحنا. فو با نو سوز استيمي معناها راهو فوالا. بالعكس احنا بكل صراحه لا نعرفوا ندافعوا ايفيكتيفمون ندافعوا على الاقتصاد بقلب قوي. احنا نتحملوا شنو قاعدين نعملوا وندافعوا على خبزنا. نادية قطاطة الكاتبه العامه للجامعه التونسيه لوكاله الاسفار، شكرا لك وان شاء الله تتفضل المشكل في اقرب وقت لانه مش معقول. شكرا لك على حضوركم معنا. نمشيو الى الاخبار الوطنيه والعالميه وبعد نفتحوا الملف السياسي. يحضر معنا بعد شويه سي غسان المرزوقي المدير التنفيذي لحركه تونس الاراده. راجعين بعد الاخبار.